في الشأن الثقافي يصل الكاتب والإعلامي الأستاذ محمد بوعزارة إلى كتابه 17 تواليا بعنوان قصتي مع الكتابة والصحافة، حكاياتي مع السياسة. الإصدار الجديد يتنفس ب 255 صفحة ترتكز على 5 محاور، ويرصد فيه الكاتب علاقته الحميمية والعفوية مع القراءة والكتابة والصحافة، مرورا بتجربته السياسية المضخمة في ريعان شبابه سبعينيات القرن الماضي. الكتاب هو الرابع له في مجموعة سيرته الذاتية بعد 3 عناوين سابقة: مسيرة حياة من الخيمة إلى البرلمان، عشت مع أولئك وعرفت هؤلاء، وحكايات عنهم ومعهم. التصريح رصده مصطفى زياتين. الكتاب الأخير هو الكتاب 17 من سلسلة الكتب التي دأبت على تأليفها منذ 2007. هذا الكتاب يتكلم ويتطرق إلى علاقتي بالقراءة أولا، ثم بالكتابة وبالصحافة، ومن ثم بالتأليف، لأن قصة التأليف قصة طريفة تعود إلى 2004. كنت في 2004 أجري لقاء تلفزيونيا في قناة الجزيرة مع دكتور فيصل قاسم، فسألني: هل لديك كتاب؟ وكان محاوري هو السفير المغربي السابق في الجزائر الذي كان آنذاك رئيسا لتحرير صحيفة العالم وكان نائبا في البرلمان. عندما سألني قلت له: ليس لدي كتاب، لكن لدي عشرات المقالات أنوي أن أطبعها في كتاب. وعندما سأل محاوري المغربي والموضوع كان يدور حول الصحراء الغربية، كأنه أجابني فقال: لدي كتاب وسأتبعه بكتب. هذا خلق لي نوعا من الاستفزاز الجميل الذي جعلني أصل إلى هذا الرقم. الكاتب والإعلامي الأستاذ بوعزارة لم يستثني الظرف الصحي من كتابه الجديد، بل خصص له محورا كاملا عنوانه بمقالات كورونية، مضيفا في خطوات حديثه على الجانب الثوري للعلامة عبد الحميد بن باديس في ذكراها 80. أنا كتبت عشرات المنشورات وعدد كبير من المقالات، من بينها 7 مقالات نشرتها في هذا الكتاب، يعني دولتها في الجزء الأخير من هذا الكتاب تحت عنوان مقالات كورونية. من بينها مقال طويل من أكثر من حوالي 6,000 كلمة عن الذكرى 80 لرحيل العلامة عبد الحميد بن باديس، لأن هذا العام صادف إحياء الذكرى 80، وقد مرت هذه الذكرى للأسف دون أن نحتفل به. فكتبت مقالا نشرته في الكتاب، نشرته في الصحافة وفي الكتاب تحت عنوان: هذه الكورونا لن تنسينا ذكراك 80. وأود هنا أن أشير أنني لاحظت من خلال قراءاتي ومن خلال أحاديثي مع عدد من الذين تحدثت إليهم عن هذه الشخصية الفذة الجانب الثوري الذي لم يتطرق له الكثير من الناس في عبد الحميد بن باديس. المثقف السياسي محمد بوعزارة كما اختار أن يكون دعا المثقفين إلى ولوج معترك السياسة والرقي بالمشهد السياسي حتى تكون قوام الساحة مستقيمة ويأخذوا بدورهم الاستشرافي الفاعل داخل الجزائر وخارجها. أنا أولا عشقي الكبير هو للكتابة، وأريد أن أنتسب إلى المثقف السياسي، لأن بالنسبة لي الثقافة هي أنبل وأرقى من السياسة، خاصة إذا كانت سياسة بدون أخلاق وبدون قيم. أنا كنت دوما أدعو المثقفين أن يمارسوا العمل السياسي. لا أتصور إطلاقا برلمانا خاليا من المثقفين ومن الجامعيين ومن المتعلمين، سواء كتاب أو صحفيين أو من النخبة كنخبة. إذا خلت السياسة من المثقفين لا يمكن أبدا أن تكون إلا سياسة عرجاء، لا يمكن أبدا أن تكون سياسة مستقيمة. وهذا ما كنت أدعو إليه دوما للمثقفين والجامعين، بأن ينخرطوا في الحياة السياسية وأن يهذبوا الحياة السياسية حتى تستقيم، وحتى يمكن لهذا البلد أن يكون له دوره
الاستشرافي المستقبلي الفاعل سواء داخل الوطن أو خارج الوطن.